والله هو يعني انا في احباط عند الناس، في احباط كبير، في احباط كبير عند الناس ونشوف، بس احنا لازم نحاول يعني نكون ايجابيين شويه، نمشي ما يخالف. والاولويات طبعا الفساد هذا مشكله، يعني الفساد، مكافحه الفساد، الحكومه غير جاده مكافحة. لحد الحين ما نشوف، يعني قبل يومين صرحوا في شحنه كبيره من الديزل، زين صادوها بمينا الشوي، زين ليش ما اعلنتوا؟ وين الشفافيه؟ وين الجهات الرقابه؟ شلون شحنه كبيره تخرج زين امام الملأ بعز النهار وقت الانتخابات؟ يعني ما يصير. في قرار يعني غريب، وزاره الصحه، الاخوه الكرام، اداره وزاره الصحه، بنك الدم يقول لي، طلع يقول احنا بنبيع كيس الدم الوافد والزائر الحاله العاديه. شنو الحاله؟ اكيد هو محتاج دم، اكيد حاله مو عاديه، محتاج دم، هو عنده مشكله. زين يقول والله 40 دينار للصفائح الدمويه و20 دينار للدم العادي. طيب انا كمتبرع، عندك متبرع من جميع الوافدين الزوار المواطنين، زين هذا اللي كان يتبرع مجاني، انت حاجه ما تملكها، هذا ليس دواء وليس اشعه ولا شيء، يعني امر غريب صراحه. يعني اخوان شيء عجيب، يعني حتى انا قال واحد يعني صراحه عجبني الموضوع، قال حتى دراكولا ما فكر فيه. والله هذه خليها رساله حق الدكتور العوضي، دراكولا ما فكر فيه، مصاص الدماء شنو يعني، ويبيع شيء مو ملكه، هذا الدم ليس ملكه. يعني ارجوهم يتراجعون او يفكرون يعني امر. انا صراحه كمتبرع انا 30 سنه الحمد لله ما راح اتبرع يعني. ما راح شنو انت تاخذ دمي مجاني وانا تروح تبيع الدم؟ هذه وين صارت؟ هذا استغلال 100%. وانت عندك دخل وزاره الصحه، انا يعني ما اقول اتحدى، ولكن انا اقول تقريبا مئات الملايين، يعني يمكن يوصل مليار الدخل السنوي من الرسوم، بعد هم بالزياده والتامين، اعتقد بالراحه يوصل مليار دينار، غير دخل الجمارك بري وبحري وجوي هم مليار قول، زين والامور الثانيه والوزارات والدنيا هذه. جت على بنك الدم، على كيس الدم، يعني حاجه صراحه يعني تفشل. انا اقول لكم بعدين وزاره الصحه، انا مريت شفت مكاتب المسؤولين اغلبها يعني تقريبا محسوبين على اعضاء من عوائل، من اسماء تبع عوائل الاعضاء، وبعدين مكاتبهم كلها اغارب وجماعتهم، يعني هذا فساد ما بعده فساد. طبعا قيس على ذلك الوزارات والهيئات والجهات الاخرى. وين جهاز الرقابه؟ انا اقول مبروكين جهاز الرقابه الاداريه، امس طالعنا يقول انا خذيت شهاده الايزو، مبروك، بس انت شنو بالشارع؟ شنو الحين الشوارع؟ انا اتمنى يعني جهاز الذراع الاقتصادي واللي يساعد دول العالم، يبني دول، زين شو اسمه صندوق التنميه، يساعد بالطرق، يساعد بالطرق. انتم حليتوا هيئه الطرق، هذه اولويه الان انا ادش مني محاصرين، ادش مني حفره، وليه متى هذه المساله؟ بعدين عندنا كورنيش الجهره، زين انا مو عشان الجهره غازل الدائره، لكن كورنيش الجهره هذا مشروع وطني كبير. انت بدال هذه فرصه، انت تقول تنميه مستدامه، شلون تنميه مستدامه؟ انا علمونا بالتاريخ ان اتفاقيات الدول الضعيفه والقويه زين للحمايه احميها، هذه بعدين يصير استعمار، هذا شكل من اشكال الاستعمار واستغلالها سياسيا واقتصاديا. يعني انا محاصر، انا اشوف نفسي وين، الدوله القويه ولا الضعيفه؟ زين عندي فرص، عندي يعني هذا الكورنيش الدوحه، واجهه الدوحه وكورنيش الجهره، هذا يقولون 500 مليار. طيب انت هذا انا لو مسؤول اطبقه يعطيني هذا، يعطيني مردود سريع، زين شو المشكله؟ امور كثيره يعني. وعندنا اداره شؤون الانتخابات، يعني الحين انا شنو الموضوع؟ اسجل اداره شؤون الانتخابات تبع الداخليه، يقول لي اسجلك وتروح المخفر، زين احنا نبيها هيئه مدنيه مستقله علشان تكون عمليه زين. الحين اروح المخفر، انا اتناقش معاه اقول له انا مسجل عندك وانت الاداره العليا بتاعت انتخابات، زين وموجود بالسيستم، خلاص انا دشيت بالسيستم، لا روح المخفر. شنو الفكره يعني؟ انا موجود،
ما في مشكله، لكن مو منطقيه، مو منطقيه. انا شايف فيها يعني الحين ترشيح الجمعيه، انا ارشح الجمعيه وخلاص ياخذون اوراقي واروح النادي، بس البلدي والام تروح المخبر. ليش ما تطبقها على الجميع؟ بعدين اصلا هذه ما في، كل اغلب الدول الان هيئه عليا، انتخابات مدنيه، هذه مدنيه. الداخليه تكون جزء، الداخليه ممكن يعني احنا ما عندنا شغل غير الداخليه. يعني الداخليه خلاص يعني رسوم ودنيا طلع فوق المليار، يعني بس مخالفات 500 مليون. فالداخليه يعني ماكو، يعني شو نسوي لهم؟ يعني بس احنا ما عندنا شغل غير الداخل، رسوم كل ساعه ومخالفات. خلاص انا ادفع 100 دينار بالسنه وخلاص افك نفسي، كل يوم انا ما عندي شغله، رايح الجوازات، رايح المرور. يعني ذاك مره رحت المرور يقول لي انا اعلمك، يقول لي القائد بالهذا، يعني اضطريت اروح المرور الرئيسي المدير العدواني، هذا القائد الانسان انا اسميه، مع اني انا رافض. لازم يصير هم مدنيه، الداخليه المرور هذا لازم مدنيه. الطب الشرعي كل يوم كل سنه رايح واحد من الشباب او ضحيه، زين. الطب الشرعي لازم يجب ان يذهب وزاره العدل، يكون جهه حياديه. انا اتهاوش مع الشرطي يروح يسوي لي قضيه، هذا سكران، هذا مدري شنو، هذا مخدرات، منو يدري؟ هذا ما يصير، احنا قلنا له زين. واداره التحقيقات يقول لك والله انا جنح وهذاك جنايات، هذه من اولويات ترى، لازم مو مثل الاعضاء اللي يتاجرون فيها، لا هذه نطبقها، واللي يرضى يرضى واللي يزعل كيف. لازم تطبق، حتى انت تبي تنميه مستدامه. انا شلون اسوي تنميه مستدامه؟ امس منسحب من البورصه 4 مليار دينار من البورصه. ليش انسحب؟ عشان ما يحسون بالامان، لا الاقتصادي ولا شيء. ومشكورين ويعطيكم العافيه، طول عمرك.